أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أشهر رواية إنه الآية دي نزلت في العاص ابن وائل السهمي، وكان من قريش، وكان بيتعامل مع واحد اسمه خباب ابن الأرط رضي الله عنه. خباب ابن الأرط كان مطالب العاص ابن وائل السهمي ده بقروش، فقام مشى له. وقتها كان خباب حديث إسلام، فلما العاص عرف إنه خباب حديث إسلام قام قال له أنا ما بديك قروشك دي حتى تكفر بمحمد، ما بديك قروشك إلا تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقام خباب بن الأرط قال له شنو؟ قال له لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا ولا إذا بعثت. فقام العاص قال له فإذا بعثت جئتني ولي هناك مال، يعني انت لما تيجي هناك خلاص لما يبعثوك بتلقاني انا هناك بولدي وبديك حقك الداير مني ده. وفي رواية ثانية انه الآية دي نزلت في رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دايرين من العاص بن وائل السهمي ذاته قروش، فقاموا جوه قالوا له يا خدينا قروشنا. فقام قال لهم ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا موعدكم الآخرة والله لأوتين مالا وولدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لحد ما أشوفكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد، في أمان الله.